الفيديو ده يا بنات هيكون من اسعد فيديوهاتي، وهيكون ذكرى جميلة. حبيت ان انا اشارككم الذكرى دي معايا، وفي نفس الوقت هتفضل ذكرى في القناة او كده. اللي النهاردة خلاص بقى اجهز اوضة الاطفال للولادة وللضيفة الجديدة، وفي نفس الوقت اقول لكم احنا اخترنا اسم ايه. طبعا دي ذكرى حلوة اللي انت بتفرشي الأوضة خلاص عشان هتولدي او كده. ما انا بصراحة حبيت ان اني تبقوا انتوا اول ناس معايا او اول ناس تشوفوا الذكرى الجميلة دي. طبعا اول حاجة بدأت في الأوضة بالشبابيك وكده انفضها وكده، لان انا عايزة تبقى شقتي نظيفة ومش يبقى فيها اي حاجة. زي ما انا قلت لكم، انا ممكن مش في حد يجي يخدمني، ممكن مش في حد يجي يعمل لي حاجة. بعد ما اولد ممكن ما الاقيش اصلا حد يجي معايا ساعة الولادة او كده. ما طبعا الحمد لله ربنا جنبي، ما هو اصلا افضل من اي شخص يبقى جنبي تاني. ما طبعا بقى بدأت اني افرش الأوضة وكده، وبدأت اني اروقها عشان اجهزها بقى للولادة وكده. انا بقى في الوقت ده يا بنات ماشية في التاسع وكده. ما طبعا انا بولد طبيعي، ما اللي انا مش عارفة انا هولد امتى، فاهمين انتوا؟ يعني الوجع دي بيجي في اي وقت، يعني ممكن يعني الفيديو ده ينزل وتلاقوني هولد، ممكن اولد تاني يوم، ممكن تالت يوم، ممكن رابع يوم. ما طبعا انا مش عارفة. ما طبعا انا عايزة شقتي تبقى نظيفة ال24 ساعة، عشان لما اجي اولد يعني شقتي الاقيها نظيفة، وفي نفس الوقت لو عملت حاجة وانا والدة تبقى حاجات بسيطة. طبعا زي ما قلت لكم مش في حد هيجي يخدم، واللي هيجي يعمل حاجة مش بيعملها زي ما اني بعمل. يعني حتى لو حد جالي وقدرني مش بلاقيه اللي هو يعني جاي كمنظر، فاهمين انتوا؟ مش بيجوا يروق ولا بيجي يعمل ولا بيجي اي حاجة خالص. وطبعا انا عايزة شقتي تبقى نظيفة وتبقى كل حاجة فيها نظيفة، عشان ساعة ما اولد تبقى الدنيا تمام معايا والدنيا حلوة والدنيا نظيفة. زي ما انتوا شايفين كده انا مسكت الخشب بتاع الأوضة كلهيته، لمعته من دولاب لتسريحة الكومودينو الشبابيك لكله. بصراحة الأوضة ديت انا بقالي فترة طويلة اصلا مش دخلتها، اللي محدش بينام فيها وكده، وعيالي بيناموا في الأوضة التانية، في أوضة الأطفال التانية. فطبعا الأوضة دي قافلاها يعتبر، معاش ده والتصوير مش قد كده، عشان فاتحة الشباك ما الشمس ضاربة في الكاميرا، دي اللي مخلي ايه كأن في شبورة. المهم بقى مسكت الأوضة ولمعتها ولمعت الخشب، وبصراحة هو كان محتاج تلميعة. وخلاص بقى هغير بقى الملايات، بس مش طبعا مش هفرش ملاية وكده اللي الجو ساقعة وانا هولد في الشتاء وابقى متلجة. وانا بصراحة محتاجة حاجة تدفيني، يعني في ايام الساعة وكده محتاجة حاجة تدفيني. بل انا هفرش كبرتة وكده او دفايات، اسمها دفايات. بس قلت الاول هجيب برضو اللي ورا السرير، عشان كان في حفر وكده ورا السرير. هي عامة الأوضة بتبقى مقفولة ال24 ساعة، بس طبعا زي ما احنا عارفين معانا أطفال، ما الدنيا بتتبهدل، الدنيا لازم تتنضف، لازم ايدينا في الحاجة. اي حاجه بصوا يعني لازم يبقى فيها حفار، يعني لازم. دي طبعا السجاده اللي انا هفرشها، انا كنت غسلاها يعني من فتره طويله قوي وركناها، وتبقى يعني ايه تبقى نظيفه وكده. يعني ساعه ما اني اجي افرش الاوضه تبقى نظيفه. ساعه ما انا غسلتها بصراحه يعني استخسرت ان انا افرشها وارجع اشيلها تاني وهرجع اغسلها تاني. قلت لا، كده كده محدش بيدخل الاوضه ديت ومفيش حد بيفتحها وال24 ساعه مقفوله. لا، خليني سايبه السيراميك كده وخلاص. وكده كده السيراميك شكله حلو، بيبقى لايق جدا على اسمه دي يا رب، على الأوضة. يعني اللي هو السيراميك مش فاتح، سيراميك أسمر، في أسمر مشجر كده، والأوضة طبعا مش فاتحة، طبعا الألوان بتاعتها لايقة مع السيراميك جدا. أنا قلت هسيبها وخلاص، أنضف ما أفضل ايه أشيل وأغسل والكلام دوت. وهنا طبعا فراشك كده، طبعا عيالي كانوا طايرين من الفرحة بالدفايات ديت، هما بيحبوا الحاجات اللي تبقى فيها كرتون وكده. وطبعا عشان هي ما عشان بقى فيها كرتون وكده، ما العيال بقى طايرة من الفرحة وكده ومبسوطين بيها. ما طبعا ربنا يفرحهم يا رب ويخليهم لي ويبارك لي فيهم. الأطفال دي أحلى حاجة في الدنيا، وهي اللي بتدي للدنيا سعادة، بتدي فرحة وبهجة للدنيا وللشقة وفي كل حاجة بصراحة. ربنا يدي لكل اللي عايز يا رب، ويحمل ويشيل، وربنا يديله يا رب. يعني اللي في نفسه حاجة ربنا يديله. اللي طبعا يعني سعادة الأطفال دي بصراحة مش تتعوض ولا بمال ولا بفلوس ولا حاجة.
ما طبعا هي زينة الحياة الأطفال، طبعا دي أول حاجة. زينة الحياة هي الأطفال، تسمعي كلمة ماما وبابا. ما طبعا أنا بدعي لكل واحدة نفسها في حاجة ربنا يديها لها، من مال للفلوس لعيال لكل حاجة، ربنا يرزق كل اللي مشتاق يا رب. المهم بقى جبت برضو ديت بقى، كان عندي ملاية، قلت بقى بصراحة كيس الملاية دي اللي هيليق على الدفاية وكده. شايفين الألوان، أنا عندي برضو منقوش بس مش قادرة احط منقوش وكده، قلت لا خلينا احط كيس المخدات تبقى سادة تبقى احلى. وهنا طبعا المنوسية بتاعت النونو، انا كنت غسلاها يا بنات بس كنت عينيها، يعني هي نظيفة، انا غسلاها لسه مش كملت 15 يوم عشان الضيفة الجديدة وكده. طبعا لازم نطلع لها كل حاجة حلوة وكل حاجة طعمة وكل حاجة تبقى يعني ايه لايقة وكده. ما طبعا انا هنا كنت عماله اظبطها، اللي انا عايزه ناحيه السوسته تبقى ناحيه ايدي، عشان ساعه ما احطها وكده تبقى يعني ايه اعرف افتحها واقفلها وكده. وعامه هي جميله جدا اوي المنوسيه ديت، اللي هي منوسيه يعني من القعر بتاعها او البتاعه بتاعتها او الفرشه ديت اللي هي الفرشه يعني ديت بتبقى مشمع، مش اللي هي قطن بتسرب ميه او كده اللي اوقات البامبرز بيسرب مننا وكده. وبصراحة بتنفعني في الحتة ديت، اللي هو بيبقى في فاصل اللي هي مشمع وكده، مش بينزل اي حاجة على المرتبة او كده. طبعا ببقى مخليه بالي من البامبرز وكده، بس اوقات بتبقى حاصلة غصب عننا بصراحة. هنا طبعا حطيت بقى البطانية دي هنا، وطبعا في الأوضة دي هحط بطانيتين، بس انا دلوقتي هحط بطانية واحدة على السرير دوت. وساعة بقى ما احس بوجع او كده في ساعتها بقى اروح شايلة بطانية تانية وحطوها. انا لسه عندي بطانية جديدة يعني لسه مش ضغطنا منها بيها خالص. بصراحة انا استخسرت ان انا اطلعها، لان لو طلعتها يعني هحتاج ان انا اغسلها بالمعينة. قلت لا، ابقى اخد بطانية ادم واحطها على السرير التاني، وساعة اسبوع الوضع ما يخلص اروح ايه مرجعاها تاني وخلاص. انضف ما اطلع حاجات كتير اوي في الاخر انا اللي ايه هفضل اغسل واعمل. المهم بقى يا بنات، احنا خلاص بقى قررنا اللي احنا زي ما قلت لكم اللي احنا هنسمي اسم وكده للبنوته وكده. طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا حامل في بنوته. وطبعا انا كان نفسي ان انا اختار اسم يعني يبقى لايق على روفان وفي نفس الوقت يبدأ بحرف الر، يعني انا عايزه الاتنين يبقى بحرف الر عشان روفان وكده اسمها بيبدأ بحرف الر وكده. وطبعا بصوا احنا كنا مختارين اسامي كتير قوي قوي، بس في نفس الوقت انا كنت نفسي في اسم يعني يبقى يعني تعبيره او كده يبقى حلو. لأول حاجة الاسم لو تعبيره حلو او هو شايل صفة حلوة، فطبعا ديت يعني بتفرق في العيل وكده، بتدي يعني الاسم ده اصلا بيدي بركة للعيل. غير ماني طبعا كنت عايزة اسم حلو، اللي طبعا الاسم هيفضل العيل شايله او البنت تفضل شايلاه مدى عمرها. وطبعا انا كنت عمالة اختار في اسم حلو. خلاص بقى بصراحة مش انا اللي مختارة الاسم دوت، باباها. يعني انا كنت مختارة اسم وباباها كان مختار اسم، بس يعني انا الاسم اللي انا كنت مختاراه يعني مش كنت موافقة عليه يعني خالص برضو. المهم بابا هو اللي مختار الاسم دوت، وكان مختار الاسم ده برضو روفان، بس عشان كان ايه ده مش هبطون في اسم روفان وكده ساعة ما كنت حامل في روفان، ورحنا مسميينه ايه روفان وخلاص. هو الاسم ايه بقى مش هتحيرنا معاكي اقول لكم والله، هي مش حيرة ولا حاجة، بس انا بدي يعني افهمكم ايه الموضوع يعني من اوله وحياة اخره كده يعني ندردش مع بعض. المهم الاسم اللي بابا اختاره كده هو اسم ريتيل. ايه رأيكم بقى في الاسم؟ اسم ريتال جميل قوي يا بنات، وفي نفس الوقت شايل صفة حلوة قوي. وفي نفس الوقت اسم ريتال زي ما احنا عارفين ترتيب القرآن، يعني اسم ريتال هو معناه ترتيب القرآن. فدي اكتر حاجة اللي عجبتني فيه، اللي هو يعني صفته جميلة ترتيب القرآن، يعني هيبقى مباركها وفي نفس الوقت اسم جميل وكده. بصراحة ده عجبني وكده، ورحت خلاص بقى انا اخترته وكده. وخلاص كلنا موافقين على اسم ريتيل. هتبقى روفان وريتيل، وحاسه الاسمين لايقين على بعض جدا جدا. روفان ريتيل، روفان ريتيل كده، يعني اسمين حلوين، يبقى ادم وروفان وريتيل. ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي ويحفظهم لي وكده. طبعا هيبقى رضا من عند ربنا، اللي دي اخر مرة افكر احمل فيها وخلاص. بس احنا نقدر نربيهم ونصرف عليهم ونقدر نعيشهم في عيشة حلوة.
طبعا زي ما احنا عارفين مش بكتر العيال وكده. خلاص بقى كده الحمد لله، يعني اتفرجت من عند ربنا. اللي بصراحة أنا كان نفسي يعني روفان مش يبقى، يعني مش تبقى وحيدة وكده، كان نفسي يبقى لها أخت، لأني وحيدة وكده. ما طبعا مش هنبقى احنا الاتنين وحيدين، لا احنا عايزين ايه، يعني هي تبقى لها أخت سند. الأخت سند والله يا بنات، يعني أنا عندي أخت كانت تبقى سند. طبعا أنا وأمي مش علاقتنا قد كده كويسة مع بعض. على طول في مشاكل، على طول في خناقات، اوقات كتير مش بلاقيها واقفة جنبي، اوقات مش بحسها يعني جنبي ولا بحسها معايا وكده. وطبعا دي بيبقى كسر خاطري من جوه، مش ببقى مبسوطة. يعني اوقات كتير ببقى تعبانة ما بلقاهاش جنبي. ما طبعا انا مش عايزة ابقى عيالي كده، ومش عايزاهم يبقى عايشين نفس العيشة ونفس الاحساس اللي انا عايشاه، مش عايزاهم كده. عايزة طبعا بنتي واختها يبقوا اكتر من الاخوات، وعيالي كمان. يعني حتى ادم وروفان على طول مخليهم قريبين من بعض، وعلى طول مخليه روفان قريبة مني. مشاكلها كل حاجة بخليها، اللي هي لسه طفلة صغيرة ومش فاهمة حاجة، بس لا انا بخليها تبقى يعني صديقة ليا واخت وام وكل حاجة. بالنسبة لي عيالي هم سندي وظهري. هم دول والله يا بنات اللي طلعت منهم من الدنيا. والله هو هم دول بس، اما مش في حد تاني جنبي، ومش في حد تاني بيعمل لي حاجة. كل اللي جنبي بيبيعوني، هما بس بيبقوا واقفين جنبي ساعة الماديات، يعني فاهمين انتوا، لما بيبقوا عايزين مني حاجة بلاقيهم في ظهري. اما غير كده مش بلاقيهم. ما طبعا انا من النوع ما بحبش اصاحب حد، وعلى يعني متجنبة الناس، وعلى قاعدة في شقتي. خلاص يعني الناس اللي بيصاحبوني بقى محتاجين مصلحة، فاهمين انتوا. خلاص برضه انا هنا كده كنت خلصت الأوضة وبصوا وخلصت وشطبت الدنيا. طبعا منظر الأوضة جميل، بس هي الشمس هي اللي ضاربة بقى وكده ما مبوظة الدنيا شوية. اه بصوا أنا هنا بقولكوا الشمس يا بنات هي اللي مبوظة الدنيا. اهو، ودي طبعا الستاير انا كنت غسلها يا بنات، وبرضو كنت معلقاها وكده يعني مع نفسي. وهنا بقى الدولاب بتاع ريتيل او كده، او ضرفة ريتيل. طبعا عشان هي بنوتة حطيت بقى الهدوم بتاعتها في دولاب روفين. دي طبعا السلوبتات دي كله سلوبتات. طبعا رصتهم بقى بالمنظر دوت. يعني بص الهدوم اصلا مقطقطة كده شكلها جميل، وبصراحة تفتح النفس. هدوم المواليد دي بتبقى يعني كيوتة خالص خالص، يعني بصراحة بتبقى جميلة. بصوا يقطع العسل ده فرجتكم كمان بقى عليهم كان يبقوا جمال. وطبعا عامله لها ان ضرفتين مش ضرفة واحدة، عاملاها ضرفة الناحية دي وضرفة الناحية دي. اه الضرفة دي بقى فيها ايه، فساتين، فيها مناطيل، فيها بلوزات، فيها حاجات من دي، فيها حاجات داخلية كده يعني. هنا بقى هوريكم مع بعض شنطة الولادة. بس بقى قبل ما اوريكم شنطة الولادة مش تنسوا ان انتوا تدعولي ان انا اقوم بالسلامة لعيالي، وتبقى ساعة سهلة عليا، لان انا بصراحة مرعوبة. وزي ما قلت لكم انا ممكن اولد في اي وقت، ما لاني اصلا خايفة. ما لاني هنا بقولك ادعولي ادعولي الاول في الكومنتات، ادعولي كتير 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 اللي انا اقوم بالسلامة وكده. بص اول حاجة يا بنات معايا دي مناديل هعوزها ساعة الولادة وكده، هركنها وهوريكم. دي اول سلوبيتا هوريها لكم، وديت السلوبيتا اللي انا هلبسها لها ساعة ما تبقى مولودة. هي فيها ابيض كده ومنقطة بحاجات كده من ورا بابيض. الكاميرا على فكرة مش موضحاها قوي ومش مظهراها قوي، بس هي كيوتة جدا جدا. بس الكاميرا مش موضحاها قوي، يعني الكاميرا فاهمين انتوا مبينها لكم بيضة بس مش موضحة الحاجة قوي. ممكن عشان الكاميرا كانت بعيدة او كده، بس هي شكلها كيوت كيوت عن الكاميرا كمان. شفتوا دي عشان مش بيضة الكاميرا موضحاها ازاي. اهي دي منقوشة كده من قدام وسادة كده من ورا، يعني بصوا فيها شراب كده، الشراب بتاعها مسك فيها، اما الاولانية لأ. دي سلوبتة تانية اهيت بني في ابيض. بصوا تحفة تحفة، ومن ظهرها سادة. بصوا هنا السلوبتة عاملة اصلا كأنها ماسك فيها جاكيت، لو تلاحظوا كأنها ماسك فيها جاكيت. وفي نفس الوقت برضو فيها دبابيس كده، اللي انت عايزة توسعيها، عايزة اسمها كلبسات مش دبابيس، بس يلا مش تدقدقوا معايا في الكلام. المهم بقى، ودي كمان واحدة اهي، دي صفرة، صفرة فابيض كده، مصفرة فابيض، بس كيوتة خالص قوي يا بنات.
طبعا اللبس كله هتلاقوا سلوبتات. انا بحب البس بصراحة العيال اللي هما صغيرين سلوبتات، انتوا هتلاقوا كله معايا سلوبتات. يعني اصلا قليل مرة لما بلبس فساتين او حاجة زي كده، اللي طبعا بتبقى هي لسه صغيرة خالص، وطبعا بيليق فيها اكتر حاجة السلوبتات. ودي كمان سلوبتة، ودي كلها هدوم بقى داخلية، يعني داخلية للطفلة وكده. فطبعا مش هفرجكم بصراحة عليها، اللي هي يعني حاجات داخلية مش شرط يعني. طبعا لازم انا اجهز الشنطة ديت عشان في اي وقت ابقى والدة تبقى الشنطة جاهزة وجنبي. ودي طاقية يا بنات، دي طاقية ولها سلوبتة. بصوا السلوبتة بتاعتها اهيت. انا عامة كنت بتكلم في الفيديو دوت بس لقيت الدنيا باظت معايا. بصوا اه، دي السلوبتة ودي الطاقية بتاعتها وكده. ودي برضو طاقية بتاعت السلوبتة بتاعت اللي انا ساعة ما هولد هلبسها لها ديت وفيها حبل كده يعني، وعايزة ايه اربطها، يعني اللي انا احكم في الحجم بتاعها او كده. وطبعا يعني دماغ عيالي بتبقى صغيرة جدا هي يعني هي تتحكم فيها ايه حلو. وكمان دي طاقية هي اللون السلوبوتة ديت برضو بس كل سلوبوتة عامة معاها الطاقية بتاعتها. في طواقي كتير بس طبعا دوت اللي انا هستخدمهم يعني ساعة الولادة وكده بس اهو. بس والباقي بقى كله عينهولها في الدرج. طبعا بعد الاسبوع السابع كده هيكون انا قدرت امشي، هيكون انا قدرت اتحرك كده، ساعتها بقى ابقى انا ايه اجيب لها بقى. اما حبة الشربات ده اسبوع الولادة وكده. ودي شرابات، بس الشرابات صغيرة كده ومقطقطة، يعني اصلا الشراب ما تحسوش اللي هو شراب، بص حتة صغيرة كده. وطبعا الرجول بتاعت الاطفال دي تبقى صغيرة جدا وشكلها حلو، تبقى منظرها كيوت كده وطعمة وحلوة. اهو بصوا انا بقول لكم يعني ما فيش هي حته اصلا صغيره خالص ما فيش. فانا جايبه لها كذا نوع. بصوا النوع ده انا حاسه اللي هو هيكفيها لما تتم كمان سنه، يعني هتلبسوا يعني الشتوى دي والشتوى الجايه. ما بصراحه اما النوع التاني ده هو بس هو الشتا ده بس. هنا برضو بعينهم في الجيوب، يعني انا حاطه هنا في جيبين، انا حاطه في جيب في الطواقي، والجيب التاني حاطه فيه اسمه دي يا رب الشرابات وكده. وطبعا من جوه بقى حاطه السلوبتات وكده. طبعا ربنا يدي يا رب اللي عايز ويسعده ويفرح كل القلوب. الاطفال دي حاجه جميله وبهجه في البيت وفرحه وحاجه كده بصراحه بتخلينا سعداء. بس انتوا اهم حاجه مش تنسوا تدعولي 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 اللي انا خايفه. اني بصوا انا فرحانه قسما بالله يا بنات، كأن لاني اول مره هولد، بس خوفي من الولادة. فاهمين انتوا علاني مجربة الولادة ووجع الولادة وعارفة يعني ايه ولادة، لاني مرعوبة والله مرعوبة كتير، كأنه اول مرة هولد او كده. ان شاء الله. بس يعني انتوا ادعولي اللي هي تبقى يعني ساعة سهلة. انا مش عارفة اقول لكم ادعولي ايه، بس ادعولي اهم حاجة ان انتوا تدعولي اه كده بقى. هنا بقولكم انا مقطقطة لان خلصت طبعا الأوضة اللي كان اصلا من زمان نفسي افرشها وكده، بس انا قلت لا لما امشي في التاسعة اروح بقى افرشها وكده. انا بقى طبعا زي ما قلت لكم بولد طبيعي، يعني في اي وقت ممكن تلاقوني برقع بالصوت. خلاص بقى هجهزها جنبي وتبقى جنب ايدي. فبصوا هنا كده تبقى جنبي اه، عشان لما عاوز حاجة اجيبها. خلاص كده كده اني خلصت بقى. هنا بصوا بقول لكم يا بنات يا بنات ادعولي 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 بحذركم انضف مجالكم وافضل ازن على دماغكم واقول لكم هتدعولي يعني هتدعولي. المهم بقى هنا كنت رايحه اجيب برضو البطاطسين عشان اوريها لكم اللي انا هحطها برضو كده. انا هنا هستخدم بطانيتين، انا عندي بطانيتين اتنين. بل طبعا هولد في الشتاء ما يكون الجو بقى ساقع وكده، وعايزين برضو يا بنات ندفي النونو. النونو ده اصلا هتطلع شبر في شبر والله اللي هي ضعيفة جدا جدا. يعني هي اصلا الدكتورة بتقول لي بنتك ضعيفة جدا غير ما انت ضعيفة، يعني كلي عشان يعني ايه ان انت تجمدي وهي تجمد في نفس الوقت. هنا بقول لكم الجو هيبقى تلج، ما انا مجابه اتنين. طبعا اني بص يا بنات بغطي الاول بالتانية وبعد كده بلفها بقى بالبطانية الكبيرة دي اول بطانية معايا. بصوا كيوتة كده، اصلا هو اصلا اللون دوت
بيليق على البنات احسن من الاحمر والازرق والكلام ده. انا بحس الاخضر والازرق للولاد، مش بحسه بناتي. طبعا اللون ده يبقى كيوت خالص للبنات. هحطه برضو جنبي كده اهو، عشان ساعة ما اصوت اشد الحاجة واجري للدكتور اهو. بصوا اهو، ودي البطانية التانية ويبقى لها زعبوط كده. بصوا الزعبوط اهو، بصوا اهو، جميلة جميلة. اصلا هي البطانية ديت عاملة زي الكبرتة يا بنات، دفاية. عارفين الدفايات؟ هي عاملة زيها، مش كبرتة لا دفاية، زي اللي انا فرشاها على السرير دي. عشان كبرتة حاجة ودفاية حاجة، بس انا على طول بنسى، يعني انا بتلخبط. هنا بقى خلاص كده جهزت الأوضة وجهزت الشنطة وجهزت البطاطين وكل حاجة تمام، والمنسية اللي هتتحط فيها النونة. وعلاني مش عندي دبان ولا ناموس ولا الكلام دوت، بس انا حاطه المنوسية دي عشان روفان بنتي بتغير، وانا بقول ايه مش هتعرف تفتحها ومش هتعرف يعني توصل لاختها وكده. هنا ادعولي بقى ادعولي. وخلاص هنا بقى خلصت الأوضة، وتبقى منظر الحاجة بعد ما حطيت بقى الشنطة والبطاطين والكبرتة او الدفاية اهو. طبعا انا مشان اسيب بقى الشباك دي مفتوح ساعتين، وساعة ما هقفله بقى هرش الأوضة معطر جو وكده وخلاص.